بنجيبها في المطبخ شبه بعض بس ليها استخدامات مختلفه. تعالوا نعرف النهارده ايه الحاجات دي وايه هي استخداماتها الصح. عندنا طاسه الكريب وطاسه العيش السوري، عندنا الطاسات العاديه والطاسات الوك الغويطه، وعندنا الجريل العادي والجريل الدبل. ايه الفرق ما بينهم رغم ان هم كلهم شبه بعض؟ ده اللي هنقوله في الفيديو ده. بس اتمنى الاول نعمل لايك، مش نخسر حاجه يعني وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. لايك صغير ومشاركه او اي تعليق عشان خاطر تساعدوا الفيديو يوصل لغيركم، يمكن اي عروسه تستفاد او اي ست بيت او اي ام تستفاد من المعلومات اللي احنا بنقولها دي. اول حاجه عندنا طاسه الكريب وطاسه العيش السوري. في فرق كبير ما بينهم. اولا طاسه العيش السوري دي او الطاسه اللي بتعمل العيش او الحاجات اللي هي المعجنات الرقيقه اللي بتبقى محتاجين نعملها، بتبقى ملهاش حرف، يعني بتبقى مفتوحه كده، ودي بنعمل عليها العيش او العيش السوري او الحاجات اللي هي المخبوزات او المعجنات اللي بالشكل ده. اما طاسه الكريب او الحاجات دي بتبقى ليها حرف كده من فوق علشان خاطر احنا واحنا بنحط فيها العجين تاخد الاطار الدايره دوت بتاع الكريب عشان تطلع لنا العجينه مظبوطه، عكس الحاجات دي. طبعا دي احنا ممكن نعمل عليها اللي هي الحاجات الصغيره اللي هي بتبقى مقاساتها محدوده، يعني مش لازم تبقى كبيره، او ندلق العجين مش لازم ياخد مساحه كامله في الطاسه، فده فرق ما بينهم كبير. افضل حاجه ليهم هي التيفال والجرانيت، والجرانيت افضل طبعا، ده لان هم بيوزعوا الحراره صح، والعجين ده عشان بيبقى رقيق لازم يبقى الحراره تتوصل له صح عشان خاطر ما فيش حته تتحرق عن حته ثانيه، حتى لو احنا حطيناهم على عين بوتاجاز صغيره او عين بوتاجاز كبيره، لان احنا عندنا توزيع حراري بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اما بقى تاني حاجه هي الطاسه العاديه والطاسه الوك. الطاسه العاديه دي بتبقى موجوده عندنا في كل مطبخ، اللي هي بتقلي فيها اي حاجه، وان هي دي اللي اي حاجه بتقلوها بتجيبوا الطاسه العاديه اللي بالشكل ده. طبعا ده في منها موديل كوري وفي منها موديل تركي. طبعا الكوري افضل، بس الكوري مش موجود دلوقتي في السوق كتير او مش متوفر بشكل اكبر، فعندنا التركي. التركي عشان نجيبه لازم نجيب التخانه بتاعته تكون عاليه وما تقلش عن 3 مللي نهائي، عشان اقل من كده هتبوظ وطبقه الجرانيت هتتاكل مع الوقت. ولازم يبقى فيها توزيع حراري بالشكل ده من تحت او بالشكل ده. طبعا هي دي فيها توزيع حراري بس هنا مضلع، لكن هو مش مكشوف يعني زي التركي. الطاسات العاديه دي بتبقى موجوده في كل مطبخ، ودي بقى اللي بنقلي فيها بطاطس، بنقلي فيها بانيه، اللي هي بنقلي فيها اي حاجه اللي هي الحاجات اليوميه بتاعه المطبخ. وبرده نفس القصه، يفضل انها تتجاب جرانيت او تتجاب تيفال، وفي ناس بتستخدمها المونيا، والالمونيا فيها ممتازه جدا، بس اهم حاجه تبقى المونيا بيور. بس مشكله الالمونيا ان هي مع الوقت بتبقى الوانها بتغير وبتبقى محتاجه مجهود جامد من النظافه. اما الطاسات الوك دي لازم تكون واحده بس على الاقل في كل بيت، ودي بتتركن يعني ما بتستخدمش على طول، وبنستخدم واحده بس في كل بيت لان هي بتتعمل للكميات الكبيره. يعني لما يكون عندنا عزومه، عندنا ضيوف، عندنا مناسبه، لازم نجيبها عشان بتختصر الوقت. هي اي نعم في الوقت اللي احنا فيه ده بتاكل زيت كتير جدا، في ظل ما الازازه مش عارف بقت النهارده ب 75 جنيه ولا كام، يعني حاجه صعبه جدا يعني. يعني يفضل ان احنا ما نملاهاش على الاخر، بس هي حلوه في اختصار الوقت يعني. اللي هو طبعا احنا عندنا بقى في حاجات زي كده بتبقى اوفر قوي في الحجم، ودي في ناس بتبقى عايزاها بالنسبه للناس اللي بتعمل كميات بقى او بتعمل في مطاعم او كده، بتاخدها مننا للكميات الكبيره دي، او مثلا عروسه في بيت عيله، او اللي هي الحاجات اللي محتاجه كميات كبيره. طبعا دي نازل منها كل مقاساتها. انتوا ممكن تلاقوا مقاس قد الطاسه العاديه بس الحيطه بتاعتها بتبقى طويله كده، فان هي تساعد في عمل الكميات. ده بالنسبه للطاسات الغويطه. اما بقى بالنسبه للجريل العادي والجريل الدبل. الجريل العادي يا جماعه هو نفس الطاسه العاديه، يعني الجريل ده هو وظائف الطاسه دي. بس الجريل العادي ده بقى يعني حته التضليع اللي فيه دي فيه فكره مميزه شويه. ليه بقى؟ عشان خاطر وانتوا بتعملوا فيه اي حاجه التضليع ده ياخد شكل الشوي او شكل الجريل الدبل او اي جريل، لان التضليع ده هو المسؤول ان بيدينا الشكل بتاع الشوي، ودي بتبقى حاجه حلوه جدا في منظر الاكل وهو بيتقدم او هو معمول، فبيبقى مميز قوي. زائد ان الجريل العادي بيبقى فيه ميزه ان هو من هنا كده معمول، ومن هنا في هنا شايفين التجويف ده عشان واحنا بندلق الزيت او اي حاجه فيبقى سهل علينا. هو الموضوع يعني مش اهميه قويه، بس هو محبوب لبعض الناس ان هم بيدلقوا كده الزيت او حاجه تنزل من الاتجاه ده. بس ده بالنسبه للجريل العادي، لكن هو وظيفته زي وظيفه الطاسه بالظبط. اما الجريل الدبل ده بقى ليه وظيفتين. اول وظيفه في الجريل الدبل يا جماعه ان احنا واحنا بنحط جواه الاكل هو بيتفتح كده بالظبط بالشكل اللي انتم شايفينه ده. اول وظيفه ان احنا واحنا بنحط جواه الاكل بيبقى فيه جوان سيليكون هنا، ان احنا لما بنقفل عليه وظيفته الاولانيه ان هو بيتحط على النار الجوان السيليكون، والتقفيل ده ما بيطلعش منه ولا ريحه ولا دخان ولا اي حاجه،
فكده بيكتم كل الريحه دي جواه، فبيدينا طعم ومنظر الشوي بالظبط. فده بيبقى حلو جدا وناجح جدا. تاني حاجه بقى في الجريل الدبل ده، ان احنا ممكن لما بنحط عليه الحاجه، لو الحاجه كبيره مثلا سمكها كبير مش رقيق خالص، ممكن واحنا بنعملها فين نقوم ماسكينه قلبينه كده بالشكل ده وحاطينه على النار. يعني مش هنضطر ان احنا نفتح الجريل ونقلب الحاجه بايدينا او اي ماسك او الكلام ده، لا احنا بنحطها جوه ونقوم قلبينه كده بالشكل ده كده على النار. زائد ان الجريل العادي يا جماعه ممكن الجريل الدبل نستخدمه جريل عادي. طبعا انتوا شايفين الحته دي كده بتبات هنا، طريقه فكه سهله جدا لان هنا بيبقى فيه بنزين يا اما سيليكون يا اما معدن، فبنشيله وبيبقى معانا جريل عادي خالص ممكن نفكه ونستخدم كل واحده لوحدها بالشكل ده. بيدينا جريل عادي مسطح كده وبيدينا جريل غويط ده لو احنا عايزين نعمل كميات، والجريل العادي ده لو احنا عايزين مثلا نشوح حاجه كده سريعه، شويه ستيك، شويه الحاجات اللي بتجوعنا دي يعني يا جماعه. واهم حاجه لو انتوا استفدتوا من المعلومات دي، معلومات جديده خالص تخلي تعرفكم ايه الفرق وانتوا بتشتروا. يعني لان في ناس كتير جدا بتيجي تشتري فبتاخد من منظر، الله الطاسه دي غويطه اديني منها واحده، الله الجريل ده عادي اديني منه واحد، الله الجريل الدبل ده. في الوقت ده انت ممكن لو اشتريت جريل الدبل ما تشتريش الجريل العادي، لان هو اداك الوظيفتين. ممكن لو انت مش بتعملي كميات فما تجيبيش طاسه وك وتجيبي طاسه عاديه وهكذا. فلو انتوا استفدتوا من المعلومات دي او شايفين المعلومات دي بتفيد اي حد، اتمنى ان انتوا تعملوا لايك وتعملوا شير. الفكره في اللايك والشير ان هو بيدي مساحه للفيديو ينتشر اكتر فيوصل لغيركم فغيركم يستفاد.